عدالة السماء تفضح دجل وتوقعات ليلى عبد اللطيف، وخبر سيء جدا للشعب المصري. يا دي النيلة السودة، يعني بعد ما نمشي ورا الست ليلى عبد اللطيف وننزل نحتفل في الشوارع زي ما قالت لنا ان احنا كده كده هنكسب البطولة، ما هو الناس خلاص بقت بتصدق كلامها على انه وحي انزل. استغفر الله العظيم يا رب يعني. ولما صعدنا في اخر ثانية من المجموعات بسبب تعادل موزمبيق في الثانية الاخيرة مع غانا، الناس صدقت كلام ليلى اكتر وقالوا ان الست دي مكشوف عنها الحجاب، وعلشان كده احنا وثقنا التوقعات بتاعتها في فيديو هنا في مصر اليوم، وكنا متربصين وقاعدين للسقطة واللقطة لحد ما المنتخب خسر قدام الكونغو. مش بس كده، لا ده المنتخب كمان قدم أسوأ أداء لمنتخب مصر منذ اختراع الكورة حرفيا، واستقبل أكتر عدد أهداف في أقل عدد مباريات، 7 أهداف في 4 مباريات. ولأن ذاكرة العوام 3 أيام والست ليلى هتختفي سنة وترجع لنا نكون نسينا أصلا، احنا بقى قررنا نفضحها ونعرفكم إنها توقعت بدون أي كلام مرسل إن مصر هتفوز بكأس الأمم، وإن احنا هننزل نحتفل في الشوارع، والكلام ده ما حصلش. وقالت لنا كمان إن مصر اقتصادها هيتحسن وهتبقى فل الفل، وأكدت قوي إن الشعب هيعيش في رخاء، وده قبل الأزمة بالمناسبة بتاعة 2024 اللي كل حاجة فيها غليت الضعفين أو ال3 أضعاف في شهر واحد لأول مرة في تاريخ مصر. وكأن ربنا بيعاقبنا إن احنا بنلجأ للدجالين ونشرك بالله عز وجل. منك لله يا عمرو يا أديب، أشوف فيك يوم يا بعيد. المهم بقى يا جماعة، الست ليلى الصراحة عندها توقع من ضمن مليون توقع بيصيب، وده مش صدفة، لا ده بسبب إن عندها محللين شاطرين وبيحللوا كل كبيرة وصغيرة علشان يطلعوا بأدق توقع. موضوع طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اللي شهرها ده، أنا من رأيي الشخصي الذي لا قيمة له إن الست ليلى بتشتغل إعلانات سبونسر، يعني بنروح نقول لها والله أنا بصور فيلم وهينزل مع بداية السنة، عايزين نبقى ترند، فتاخد الفلوس وتطلع تقول توقع انهم هينفصلوا وينفصلوا والفيلم يكسر الدنيا والاتنين يبقوا ترند، وده كله بسبب توقع واحد لليلى عبد اللطيف. احنا اساسا شاكين انه توقع مأجور، وبعد شوية يرجعوا لبعض تاني. وده مش لياسمين والعوضي بس، لا ده بنسبة كبيرة اي توقع يخص الفنانين هتلاقوه متفق حتى مع مذيع البرنامج نفسه. قولوا لنا انتوا رأيكم في موضوع الدجالة ليلى عبد اللطيف في التعليقات، واحنا هنشوفها كلها. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.